السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز تسوق عربيه فولكس فاجن جولف ايا كانت وعايزها تكون عمليه اكتر شويه من الجولف وعايز فيها مساحات كويسه في نفس الوقت مش عايز تضحي بالجمال والحلاوه بتاعت عربيات الجولف الكلاسيكيه الانيقه الجميله، فولكس فاجن نزلت لك الفولكس فاجن سبورتس فان دي. تنسوش تشتركوا معانا في القناه من الزرار ده وتفعلوا زرار الجرس ونشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. ايه؟ اكمل؟ يا عم ده الجو ساقع جدا، الجو ساقع، انا هموت من التلج يا جدعان. انتوا شايفين لابس ايه؟ السبورت فان هي التطور الطبيعي للجولف بلس. بالمناسبه عايز تعرف اكتر عن الجولف بلس هحطها لكم في اللينك اللي فوق ده. تمام. فالجولف بلس كانت تنتمي لفئه الميد سايز او الكومباكت ام بي في، عربيات العائليه المضغوطه. طيب هما الفكره ان المنتجين الاوروبيين كلهم بيحبوا دايما في الميد سايز دي يديك اوبشن، يعني يديك اوبشن يا اما عربيه مضغوطه شويه او عربيه اكبر حاجه بسيطه من ورا بتبقى فيها اكستنشن شويه عشان يبقى في مكان للصف الثالث من الكراسي. فنلاقي دي الاكبر منها من نفس الفئه التوران، فولكس فاجن توران، اللي بالمناسبه عايز تعرف اكتر عن كل الفيس ليفت واجيالها هتحط لكم فيه برده اللينك اللي فوق ده. تمام. طيب هي دي طلعت مع الجولف 7 السبورتس فان. الجولف بلس طلعت مع الستة، الجولف 6 دي طلعت مع الجولف 7 وطلعت مع الجيل الاول بتاعها اللي طلع فيه سنه 2014 وطلع منه فيس ليفت في 2017. فروقات ما بين الفيس ليفت والبري فيس ليفت بسيطه جدا، كلها مراجعه في شكل من قدام، وكذلك برضو نظام الانفوتيمنت سيستم. طيب السبورتس فان دي زي ما قلنا الميد سايز كلاس بتاعتها هتلاقيها برضو بتنافس حاجات في السوق زي السيتروين سي 4 بيكاسو، الفورد سي ماكس ورينو سينيك، اللي بالنسبه الثلاثه دولت فيهم الفيرجن الاكبر منها اللي هي هتلاقي دايما جنبها جراند. فدي اللي عندنا السبورتس فان هي اصغر من التوران ولكن هي اكبر من الجولف الجولف 7 اللي هي مبنيه عليها ب 96 ملم، واعلى منها وده يمكن مديها العمليه الاكثر ب 160 ملم. طيب سعرها في السوق بتراوح ما بين 6000 الى حوالي 33000 يورو حسب الحاله والموتور الخ. بالنسبه للسيفتي فهي واخده 5 نجوم حسب تقييم اليورو انكاب، بتنزل كستاندرد ب 6 ايرباكس اي بي اس واي اس سي. وقبل ما نكمل افكركم ده من الفيديو بتاعنا متقسم لمجموعه من المقاطع الوقتيه عشان تتخطى ما بين اجزاء الفيديو، موجودين عندكم في السكرول بار تحت. ولو بتدور على تقييم لاي عربيه معينه اكتب اسمها في اليوتيوب سيرش جنبها كلمه دليلك هتطلع لك ان شاء الله، وما طلعتش لو في الكومنتات تحت ونعمل لك ليها تقييم. طبعا زي ما بقولها قلتها في اول الفيديو هقولها تاني، الاشتراك وزر الجرس عشان اقول لكم ان شاء الله لما ننزل الجولف 8 شويه اكشن كده نرجع لكم تاني. الفئات اللي بتنزل كالعاده هم برضه اول حاجه ترند لاين بجنوط ال 15 بوصه بتاعتها ونظام الانفوتيمنت سيستم الصغير ال 6 بوصه اللي هو 5 بوصه اسف. ثم بعد كده الكومفورت لاين بتنزل بجنوط 16 بوصه السبور، يبقى فيها الشاشه ال 7 بوصه، ده كمان ده في الفيس ليفت، في البري فيس ليفت 6 بوصه، وبيبقى فيها مالتي فانكشن ويل وبتبقى معموله متقفله بالجلد الصناعي. ثم بعد كده كالعاده الهاي لاين تنزل بجنوط 17 بوصه، بيبقى فيها مالتي فانكشن ويل كامل، فيها الشاشه الاكبر كمان و9.2 بوصه، وبيبقى فيها اسبلت نافيجيشن واوتوماتيك تكييف اوتوماتيكي. واخر واحده خالص كالعاده اللي هي الاونلاين اللي هي التقفيل الرياضي بتاعتها، بيبقى بقى زياده عن الهاي لاين بيبقى فيها بس النظام التعليق بيبقى رياضي، كراسي رياضيه، بيبقى فيها تطعيمات الومنيوم وكده. وبالمناسبه دي اللي عندنا النهارده. تصميمها هي نفس تصميم الجولف 7، انت هتلاقي نفس الواجهه بالظبط، يمكن بس طبعا عشان العلو بتاع السقف يعني في الحجم بتاعها زاد شويه. بتنزل بالسوق ب 13 نوع مختلف او 13 لون مختلف للجسم الخارجي. عندنا النهارده نوع البني الجراي شويه، ده جميل الصراحه عجبني جدا، من بعيد يشدك. هنا طبعا شغل الكروم الموجوده في الار لاين وفي الهاي لاين برده هتلاقيه، برده كروم في الكار كيت اللي موجود تحت اهو. بالمناسبه الشكل في البريفيس ليفت اهو، وده الشكل اللي عندنا في الفيس ليفت، ان عندنا النهارده الفيس ليفت علامه كل الزواج تتوسط طبعا الكبوت بتاعنا والتقعيد عاديه من هنا زي تصميم الجولف 7 بالظبط. بالمناسبه عايز تعرف اكتر عن الجولف 7 هتحط لكم فيه اللينك اللي فوق ده، بصوا عليها برضه.
تمام. وتحت هنا هنلاقي الضباب الاماميه. هنا بس الكشافات النهريه بتبقى LED، بينما العاليه والواطيه بتبقى هالوجين عاديه. غريبه الصراحه انها المفروض تبقى في الهاي لاين على الاقل تبقى كلها LED. طيب نتحرك على الجنب. الجنوط اللي عندنا النهارده جنوط الار لاين ال 17 بوصه الرياضيه. شايف الصراحه الحجم كويس جدا. هنا معموله ماشين كات ما بين ابيض وما بين يعني جرافايت خلينا نقوله، ولون الجراي الفاتح ده لذيذه الصراحه. تصميم جميل. ممكن تلاقيه في السوق ما بين جنوط ما بين 15 الى 18 بوصه. بالمناسبه نظام التعليق في العربيه دي من قدام بيبقى ماكفيرسون، وورا بيبقى مالتي لينج. المرايات هنا مرايات ضم. هنا في تجعيده كبيره، مرايات طبعا ضم وفيها الاشارات بتاعتها. هنا في تجعيده مع الاوكر نفس تصميم الجولف بالظبط، لكن هو مرفوع شويه ما فيهوش اي اختلاف، بس السقف العالي ده عشان يديك شويه عمليه زياده. طيب نتحرك على ورا. طبعا هنا الرفارف بتاعت الخلفيه مش واخده شكل القوس قوي عشان الكوبر اللي زي ما قلنا ال 12 سم اللي زادوا دول، تمام، فكبرها شويه فما بقتش حاده زي الجولف 7. طيب هنا الكشافات الخلفيه هنا بتبقى LED، لكن بس الرجوع اللي بتبقى هالوجين. مكتوب هنا بالبنطه العريضه جولف سبورت فان. العمليه بتاعتها زي ما قلنا، واقتضام عادي خالص طبعا بالسنسورز بتاعته، علامه فولكس فاجن تتوسط العربيه، وسبويلر لا يكاد يكون موجود لانها في الاول والاخر عربيه عائليه مضغوطه. مش عارف ليه الشكمان ده طبعا هنا فيك، هو في شغل كروم لكن هو فيك. الشكمان موجود تحت هنا. موتورها اللي كانت بتنزل متعدده في الفيس ليفت والفيس ليفت. طيب تمام. اول حاجه فتحه الكبوت زي ما شايفين هيدروليك. طبعا هنا في عزل حراري، لكن الموتور هنا ما فيهوش اي نوع من انواع الشيلدنج. غريبه الصراحه على فولكس فاجن. طيب المواتير اللي كانت بتنزل بيها هتلاقي في موتور واحد بس 3 سلندر 1000 سي سي، ما انصحكش بيه خالص. بقيه المواتير كلها بتنزل 4 سلندر وكلهم تربو وكلهم جر امامي، تمام. وفي طبعا مواتير الديزل كالعاده. طب الموتور اللي عندنا النهارده اللي هو اللي انصحك بيه الصراحه الكويس جدا ال 1500 سي سي TSI. تعرف على طول انها تربو على طول، لانه كلهم تربو زي ما قلت، مربوط بنقل الحركه الست سرعات المانيوال. بيولد معاك قوه حصانيه 130 حصان وعزم 200 نيوتن متر تورك. بيتسارع من 0 الى 100 في 9.6 من الثانيه. سرعته القصوى 203. معدل حرقه للبنزين 5.2 لتر كل 100 كيلو. الشنطه ورا كالعاده من علامه فولكس فاجن يدويه، ما بتنزلش خالص الكتريك. طبعا هنا مفيش اي بروز تحميل خالص، وده لان عندنا الارضيه كدابه كالعاده. اللي لو رفعتها بيبقى في الشفه هنا عشان تمسكها كده، تمام. ولو عايز تنزل وتزود مساحه التخزين بتاعتك فبتنزل الارضيه الكدابه دي لتحت عشان يزود لك مساحه التخزين بتاعتك ل 500 لتر. وفي الحاله دي قدرت تحط ايه؟ شنطتين صفر كبار، 2 وسط و2 صغيرين، وتبقى لك مساحات صغيره ثانيه. طيب ايه الاوبشنز اللي موجوده عندنا؟ في فتحه 12 فولت، هنا في اماكن لربط الشبكه، هنا في خطافات، وفي هنا اضاءه واحده فقط. ولو عايز تزود كمان المساحه بتاعتك فممكن تزق الكراسي اللي قدام تسحبها الكراسي اللي خلفيه تسحبها لقدام، ويزود لك سعه التخزين بتاعتك ل 590 لتر، تمام. والكراسي اللي قدام فممكن هي بتتفتح كستاندرد 20 40 20. الكرسي اللي في النص ده ممكن تعمله كده وعشان تحمل حاجات طوليه، والكراسي كلها من خلال الكابل ده بتسحبها كده عشان تنزلها كلها. طبعا لازم ترفع الارضيه الكدابه كالعاده عشان يديك مساحه تخزينيه تقدر ب 1590 لتر مستويه جدا. تقدر تاخد الشنطه بتاعتك وتزقها عادي مفيش اي مشكله. جوه مفيش اي فروقات خالص ما بينها وبين الجولف 7 الفيس ليفت بتاعتها، لان عندنا الفيس ليفت اللي ماشيين مع بعض بالظبط. طبعا العربيه دي بعد ظهور الجولف 8 اختفت خالص من السوق، مبقتش موجوده للاسف، ولكن زي ما انتم شايفين كلاسيكي جدا. الاسود هو اللون الغالب عليه، يمكن عشان احنا في الاونلاين دلوقتي في شويه الترمات البلاستيك الجراي دي، ما بحب حاجه خفيفه، هي بلاستيك كله اوكي. كلاسيكي جدا انيق جدا، التصميم العادي جدا بتاع الجولف بالسنتر كونسول بتاعه، الهوايات اليمين والشمال. طبعا عندنا هنا اكبر شاشه اللي بتنزل فيهم، تمام. المواد اللي مستخدمه هنا فوق كلها خامات كلها سوفت تاتش الصراحه كويسه جدا جميله. حتى في الباب من فوق من هنا ترمات البلاستيك مكمله، هنا شغل كروم هنا وهنا 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 اهوت وهنا وهو. لكن هنا طبعا في بيانو بلاك كتير، فهتلاقي دايما البصمات معلمه فيه. طبعا انا بنقد البيانو بلاك في الحته دي. مالتي فانكشن ويل متقفله بيه الجلد الصناعي، ممتازه الصراحه. تحت هنا عشان احنا في الار لاين فهتلاقي ان البدلات هنا كلها متقفله بالالومنيوم والكاوتش عشان رجلك ما تتزحلقش. فالتصميم اللي هو الى حد تقفيل الى حد ما الرياضي.
كمساحات من هنا هي افضل من الجولف 7 شويه. طبعا هنا جيوب الباب متبطنه هنا بنوع من القماش عشان اي حاجه بتضرب كده ما تقعدش تعمل لك صوت، لكن هي كبيره تشيل ازازه 1.5 لتر مستريح. في درج هنا صغير تحت السواق، في هنا كمان درج صغير مكان تخزين تاني، طبعا مش هتلاقيه في الجولف، هتلاقيه بس في التوران. طبعا مكان هنا لنضاره الشمس بتاعتك، مكان هنا صغير عشان تحط الموبايل بتاعك، وحتى حاطط لك هنا فتحه يو اس بي، فتحه اوكس ان واحده فقط. تحت هنا هنلاقي الكاب هولدرز المتكيفين بتوعك، في واحد كبير هنا مش متكيف، لكن التاني هنا اهو تفتحه من خلال الزرار ده، تقفله الاول هنا اهو وتدوس على الزرار ده عشان تقفل على الكوبايه بتاعتك، والى حد ما برده بتمسكها لك كويس. وجنبيهم هنا كمان في مكان تخزين صغير عشان تحط ما اعرفش حاجه، يعني تحط اوراق ولا ايا كان يعني مش عارف، لكن طبعا بتفتح موجود في البانل ده. درج التابلو هنا من المساحه المتوسطه مش كبير قوي، وفوق هنا في الشماسات بتاعتنا والاضاءه والمرايات بتاعتنا. تظبيطات القعده هنا ممتازه الصراحه، الكرسي بيرجع لورا، انا مش طايل البدلات اساسا، ينزل لفوق يتحرك لتحت. هنا في دعم القطنيه ممتازه، وطبعا عجله القياده هنا تلسكوبيك وكويسه جدا وجميله. تكنولوجيا كالعاده طبعا كل حاجه اوتوماتيك، سواء الشبابيك او الاضاءات او المرايات كلها. على هنا التابلو بتاعنا هنلاقي عدادات انالوج عاديه خالص، ما بتنزلش خالص بديجيتال من وقتها لغايه 2019 زي ما قلنا، ولكن في الشاشه اللي في النص هنا بتبقى مونوكروم ابيض واسود عاديه خالص بيزك جدا. يعني حاولوا يوم يوفروا شويه، ما يعملوش حاجه رهيبه منها. كانت في الطرام بتنزل الوان، لكن هنا نازله لون واحد بس في اعلى فئه، ما اعرفش ليه، توفير شويه. فولكس فاجن مفيش فايده. تمام. الشاشه هنا بتتحكم فيها من خلال المالتي فانكشن ويل على اليمين، هنا بتلعب في المنيوز بتاعتك، بتشوف الداتا بتاعتك، هتخش على المنيوز الرئيسيه وتقلب في الداتا بتاعتك والنافيجيشن، الكلام ده كله مربوطه بالنافيجيشن اللي هنا، الاوديو بتاعك الخ من المعلومات اللي في العربيه. عفوا. ثم بعد كده نخش على الشاشه ال9 بوصه الكبيره. الشاشه الصراحه كويسه جدا بالنظام القبل الاخير بتاع فولكس فاجن. في الجولف 8 طبعا اختلف، هو يمكن ضلمه شويه الحاجات اللي انقذوا فيه، يمكن ضلمه حاجه بسيطه، لكن هو واضح وصريح، مفيش لاج خالص، ريزوليوشن كويسه جدا. المنيوز اللي فيه الصراحه واسعه وسهل التعامل فيها جدا زي ما انتم شايفين. الراديو هنا، الميديا بتاعتك، النت بتاعك، الاب كونكت اللي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو الاثنين، بس طبعا وايرد. تمام. الفيكل مثلا بتدوس عليه هنا يطلع لك الستاتس بتاعت الفيكل والحرق بتاعك الخ هنا عباره عن زراير تاتش. تمام. لكن الحمد لله كل باقي الزراير كلها زراير عاديه. النافيجيشن الصغيره لو دوست عليها تتحرك ما بيها، بصوا سهله جدا، وفيها لاج بسيط شويه، مش احسن حاجه في السوق، لكن هو كويس وهيكفيك وكويس جدا، وممكن تعتمد عليه بدل الموبايل بتاعك لو فصل ولا حاجه يعني. وهو كويس في كل حاجه، بس لازم تعمل له ابديت دايما يعني. طبعا تحت هنا هنلاقي التحكم فيه التكييف بتاعك، هو ديوال زون، كل واحد ليه درجه الحراره بتاعته من خلال الشاشتين دول. وهنا طبعا انك تقفل الستارت ستوب بتاع العربيه، الاوتو هولد، الكلام ده كله التحكمات بتاعت العربيه. نسيت اقول حاجه، مسند الايدين بيطلع لقدام، وهو يعني سوفت تاتش يمكن شويه، هو ناشف حاجه بسيطه الصراحه، ولكن لو رجعته هنا بيدي لك مساحه والله كويسه جدا مش بطاله تحتي. الكنبه اللي ورا زاويه فتح الباب كويسه جدا، زي الجولف تقريبا، لكن الفتح يمكن ابسط حاجه بسيطه، مش هتضايق خالص وانت بتدخل اي نوع من انواع كرسي الاطفال. طيب اول ما دخلت ايه اللي انتم ملاحظينه؟ بصوا مساحات الركبه عامله ازاي، ايه القرف ده؟ الجولف اكتر من كده اكيد طبعا، اكيد مش مصدقين، لان انا مرجع الكراسي لورا. طبعا لما رجعتها للوضع الطبيعي بتاعها مساحه الركبه بقت واو. طبعا الراس واو جدا، رجلي بتخش تحت الكراسي، نفس تقريبا المساحه اللي هتلاقيها في التوران، ممتازه الصراحه. تمام. برجع لكم برده الكرسي اللي ورا ده، والظهر نفسه كمان ممكن ان انت من خلال الكابل زي ما قلت ان انت يعني تحركه حاجه بسيطه كده لو انت عايز، لكن طبعا ما نجيبش مثلا غضروفي. وهنا في النص في 2 كاب هولدر ما فيهمش اي مثبتات، وممكن يبقى مسند ايده كالعاده. برضو الترابيزه بتاعت فولكس فاجن قويه جدا جميله، فيها كاب هولدر واحد، لكن المواد اللي هنا كلها مواد بلاستيكيه، مش رد على المواد اللي قدام، توفير يعني، لكن في نفس الترمات الجراي اللي موجوده قدام. طيب هنا جيوب الباب تشيل ازازه 1.5 لتر مستريح. هنا في فتحتين تكييف وفتحه 12 فولت ومكان تخزين صغير. وطبعا كالعاده هنا اماكن تثبيت الايسوفيكس الاطفال. هنا النفق يمكن عالي حاجه بسيطه، كانوا مش عريض قوي. لو نقلت للكرسي اللي في النص، الكرسي اللي في النص مش اوسع او مش يعني اسف
او ادي حاجه بسيطه وانشف حاجه بسيطه لكن مش سيء. ممكن ان انت تتحرك ما بين 3 كبار او 2 كبار وطفل لمسافات متوسطه مش هيضايق، حتى لو مسافات بعيده والله مش وحشه، كان هو انشف شويه. مساحه الراس هنا قلت شويه، هنا في 2 اضاءه اللي هنا والهنا، ماسك ايدين وخطافات وخطافات هنا. اختبار الشباك طبعا كبير جدا زي ما انتم شايفين عشان العربيه سقفها عاليه، عربيه عائليه بينزل لغايه الاخر. ممتاز. شوفوا بقى على الاسفلت عامله ايه. اول حاجه انت سايق الجولف 7 سواء الفيس ليفت او البريفيس ليفت، مفيش اي فرق ما بينهم، لكن اللي اقدر اقوله في شويه فروقات. اول حاجه العربيه دي زادت وزنها 180 كيلو، تمام؟ ده هينطبق معاك في حاجتين، هما يمكن نشفوا نظام التعليق نسبه 5%، حاجه بسيطه جدا انت مش هتحس بيها اساسا، يعني انا مش حاسس بيها، تمام؟ حاجه بسيطه انا هحس بيها عشان انا فاهم وسوقتهم كلهم، فبقول لكم هي زادت حاجه بسيطه. ده اول حاجه. ثاني حاجه هنا في لما بتاخد ملفات قويه بسرعه عاليه فبينتج عنها ان في بادي رول حاجه بسيطه جدا زياده، مش زي التوران الفولكس فاجن توران، ولكنه يعني اعلى خلينا نقوله. يعني الموتور ال 130 حصان اللي عندنا ده انا شايف ان هو كويس جدا وكفايه جدا. حمل العربيه على قد ما تقدر وزودها، مش هتخاف خالص من الوزن، ما تجيبش خالص الموتور اللي هو ال 1000 لتر او يعني ال 1000 سي سي والثلاثه سلندر، ده هيبقى مأساوي الصراحه، خاصه يبقى معاك عيلتك. ده شايف ان هو مناسب جدا جدا. ممكن تروح لل 110 اوكي برضه هيبقى مقبول، لكن ال 130 ده اكتر من ممتاز وموفر. هو الرقم الرسمي 5.2، لكن الرقم اللي طالع لي هنا 8 وحاجه، اللي هو مش عارف ليه الصراحه، يعني ليه الرقم طالع لي 8.8، رقم عالي جدا الصراحه، مرعب يعني. يمكن كان سقب بيا العربيه دي، انا بقالي يوم بسوقها عمال الف بيها واقعد بيها، لكن رقم الصراحه مرعب مش لذيذ يعني. تمام. طيب نقل الحركه هنا هو في اللطشه بتاعه فولكس فاجن. كل عربيات فولكس فاجن لما مثلا هتلاقيها في التوران، بص او التيجوان مثلا، لما كنت سوقت عربيه التيجوان القديمه بصوا عليها برده في اللينك اللي فوق ده هحطها لكم، كان في حته اللطشه دي. لكن لو جبت الموتور الدي اس جي بتاعتها الدول كلاتش، احنا عارفين كل فولكس فاجن الموتور الاوتوماتيك بتاعتها دول كلاتش، فهو عيوبه هي احنا عارفينها ومزايا احنا عارفينها، في المطلعيات، في السرعات البطيئه بيبان، لكن هو اداؤه مريح جدا وهيريحك الصراحه. لو عرفت تجيب منه الاوتوماتيك في السوق فهاته، لان هو هيوفر معاك بنزين وهيريحك. اوتوماتيك عادي بتاع الدول كلاتش، المفروض ان هو كمان موفر، يعني هو دول كلاتش. طيب النظام بتاع زي ما قلت هو انشف حاجه بسيطه جدا، لكن العربيه ثابته كويسه جدا. العربيه بتميل انها تكون سواقتها هاديه مش سواقه هجوميه، يمكن السواقه الهجوميه اكتر في الفئه دي كلها اللي هي الفورد سي ماكس او جراند سي ماكس. الاثنين دولت هي اللي سواقتهم خلينا نقولوا اقوى شويه واكثر نشوفيه واكثر حديه، لكن دي خلينا نقول سواقتها مريحه شويه، فيها نوع من عدم الامتاع، احسن من الكوري. تمام. لو قارنتها مثلا بالرينو سينيك مثلا اختها، فهي خلينا نقولوا اثبت شويه منها، فثابته اكتر، عدم ميلان اكتر، لكن اقل حديه كمان من الرينو سينيك. تمام. يبقى خلينا نرتبوها كده، الفورد بي ماكس، الرينو سينيك، وبعد كده السبورتس فان. لكن مين عايز اصلا سواقه ممتعه في عربيات زي دي؟ يعني مين هيفكر في حاجه زي كده؟ اللي بيفكر يجيب عربيه زي دي عايز سواقه تبقى مريحه اكتر من انها تبقى ممتعه. طيب الانطلاقه هنا انا ملاحظه لما باجي بشيل رجلي من على الاولاني، تمام، لا هي بيديك مجال ان الموتور يقلط معاك مع الدبرياج، فبيلقط بسرعه وما بيفصلش غير زمان مثلا. اتحسنت لا الحوار ده جدا، وعربيات الصراحه المانيوال، المواتير المانيوال انا شايف انها كويسه جدا ومريحاني جدا الصراحه، ودي حته مهمه جدا. طيب التربو، بص اول ما بدوس كده التربو اللاد بتاعه اقل من ثانيه، جزء اقل من ثانيه. عداد الريفتنج بتاعه بيعلى بسرعه جدا، تمام، لكنه مش هيضايقك، مش هيعلي صوت الموتور قوي، فانت كل ما بتنقل بدري كل ما هتوفر بنزين مش اكتر. فخلينا نقوله السواقه المريحه، هو عايز يريحك على قد ما يقدر، عايز يديك حاجه كلاسيكيه بتاعت سواقه الفولكس فاجن. الجولف زي ما قلت انا قلت قبل كده ان هي سواقتها مش امتع حاجه، الاوبل اسرع ممتعه اكتر منها، مش اقل من الاوبل زافير، الاوبل زافير اكبر منها، هي 7 كراسي، تمام. لكن في المجمل سواقه هاديه خالص، سواقه مريحه جدا، عزل الصوت فيها كويس جدا على الطرق السريعه، من اكتر منافسينها، اكتر لو كلمت من كل المنافسين فهي دي اكتر واحد فيها عزل الصوت والثبات على الطريق، وكذلك برضو في موضوع التسارع. تمام. تعالوا كده مثلا ندي حته كده بنزين صغيره ونشوفوا ايه السرعه، ايه النظام فيها. نصه
لا السرعه مستجيبه كويس جدا، بس هو زي ما قلت الريفتنج بيعلى شويه فبيخليك عايز تنقل بسرعه عشان ما تحسش بصوت الموتور بيعلى، حاجه بسيطه جدا يعني. غير كده انا شايف ان سواقتها مريحه جدا، اللي عايز يجيب العربيه دي المانيوال بتاعها كويس جدا مش هيضايقك، كذلك برده دي اس جي او الدول كلاتش. حاجه برضه نسيت اقولها، الرؤيه في العربيه دي كويسه جدا، افضل من الجولف. اولا ايه بيلر هنا صغيرين جدا جدا فمش هيضايقوك خالص وانت بتسوقها، كذلك برضه الرؤيه من ورا عشان الازاز الكبير الخلفي فبيديك رؤيه ممتازه من ورا. صح ما عندناش كاميرا خلفيه، ما اعرفش ليه، ده اوبشن بيطلب زياده تقريبا بفلوس زياده فمش موجود عندنا، ولكن السنسورز الموجوده هنا يعني هتكفيك وبتطلع لك هنا على الشاشه. طيب مفيش فرق كبير في سواقتها ما بينها وبين الجولف 7 سواء البريفيس او الفيس ليفت، لكن كل اللي اقدر اقوله ان اديتك شويه عمليه زياده عن الجولف 7 بس كده. ما تجيبش خالص الموتور ال 1000 لتر الثلاثه سلندر، هيبقى اداؤه تعبان جدا يا قلبي، انك هتبقى محمل العربيه دي خاصه لو انت طالع بعيلتك. ما ضحيتش كتير مقابل العمليه في مقابل التصميم، لا تصميمها لا زال جميل جدا، انا شايفه كلاسيكي جدا، على حاجه بسيطه لكن مش هيوحي للعين قوي انها عربيه قبيحه او عربيه عائليه، مش هقدر بلاش قبيحه عشان في ناس بتزعل من الكلمه دي. وفي الاخر طبعا كعادتنا التشيك ليست هي فيها مختصر العربيه عشان تقارن ما بينهم كل تشيك ليست في قناه عشان تقدر ان شاء الله تقرر اللي هيريحك. يا رب تكون عجبكم اسلوبنا في تقييم الفولكس فاجن سبورت فان، عربيه جميله جدا ومميزه جدا، مساحات جميله جدا وما ضحتش كتير في العمليه مقابل التصميم. عايزنا نعمل لكم ريفيو لاي عربيه ثانيه قولوا لنا في الكومنتات تحت وانا تحت امركم. مش طبعا اشتراك من الزر ده. السلام عليكم.